خطوات صغيرة بتغير حياتك أكتر من قرارات كبيرة. كم مرة قلنا هنحترم نفسنا أكتر وبعدين من أول موقف ضغط رجعنا نسكت. خلونا نقف هنا شوية. إحنا مش مشكلتنا إننا ما بناخدش قرار، إحنا مشكلتنا إن القرار جري قدامنا بس إحنا من جوه لسه نفسنا. بس أول ضغط بسيط النسخة القديمة تظهر، وساعات اللحظة دي بتبان في الجسم قبل ما تبان في الكلام. شدة بسيطة في الصدر، تردد قبل ما نتكلم، فكرة صغيرة نقول مش وقتها فنختار الراحة اللحظية. طب الاحترام اللي وعدنا نفسنا بيه مش لأننا ضعاف، لكن لأننا حاولنا نغير نفسنا مرة واحدة قبل ما نبني. خلونا نكون صريحين مع نفسنا، إحنا ساعات بناخد قرارات كبيرة مش عشان نبني، لكن عشان نثبت إننا أقوياء، إننا اتعلمنا، إننا مش زي زمان. بس الإثبات غير البنى، وده امتداد للحلقة اللي فاتت. العطاء الزيادة حب ولا خوف؟ زي ما كنا بنسأل بندي ليه، النهاردة بنسأل بنغير ليه؟ علشان نثبت ولا عشان نبني؟ وخلوني أوقفكم لحظة هنا. دي حاجة بنسميها الباترن بريك، يعني لحظة بنكسر فيها الفكرة اللي كنا متعودين عليها ونبص من زاوية مختلفة. إحنا متعودين نفكر إن القرار الكبير هو اللي بيغيرنا، لكن الحقيقة أهدى من كده بكتير. القرار الكبير بيدي إحساس بالقوة، لكن السلوك الصغير هو اللي بيبني الشخصية. خلونا نرجع للجملة الأولى. كم مرة قلنا هنحترم نفسنا أكتر وبعدين أول موقف ضغط رجعنا نسكت؟ المشكلة مش في نيتنا، المشكلة إن الهوية ما اتبنتش. إحنا قلنا هنحترم نفسنا بس ما دربناش نفسنا على موقف صغير نثبت ده فيه. القرار كان أسرع من التكوين. خلونا ندي مثال واضح. كم مرة قلنا من بكرة مش هنقبل قلة تقدير، وبعدين أول مرة حد يتكلم بنبرة مش مريحة قلنا معلش مش وقته وعديناها. مش ضعف، لكن لأننا ما تمرناش على تصرف صغير بيمثلنا. اللي بيغير حياته فعلا مش اللي بياخد أكبر قرار، اللي بيغير حياته هو اللي يكرر نفس السلوك الصغير من غير دوشة، من غير ما نحس إننا أبطال، بهدوء وبثبات حتى لو محدش شايف. كنت فاكرة إن القرار الكبير هو الحل، لكن التكرار الهادي هو اللي غيرني فعلا. موقف صغير، كلمة واحدة، تصرف بسيط واتكرر. ومن هنا فهمت البناء الحقيقي مش بيحب الضجة، بيحب الاستمرار. خلونا نعمل النقلة المهمة. مش هنفكر في هنغير حياتنا ازاي، هنفكر احنا عايزين نبقى اشخاص ايه؟ واضحين، منضبطين، هاديين، أقوياء من غير صوت عالي. وبعدين نسأل السؤال الأهم، إيه أصغر سلوك يمثل الهوية دي؟ مش إعلان، مش خطوة تقلب الدنيا، مش قرار كبير، سلوك صغير واحد بس. عايزين نبقى واضحين، نقول جملة صريحة واحدة النهاردة. عايزين نبقى أقوى، نثبت في موقف صغير حتى لو صوتنا بيترعش. عايزين نحترم وقتنا، نقول مش مناسب دلوقتي. الحاجات دي بسيطة لكنها بتبني شكل جديد من غير ما نحس. خلونا نسأل نفسنا بصدق، احنا بنحب إحساس القرار ولا بنحب عملية البناء؟ إحساس القرار سريع، عملية البناء بطيئة، بس البناء هو اللي بيكمل. السؤال النهاردة، احنا عايزين نبقى مين بعد سنة؟ وإيه أصغر سلوك يمثل الشخص ده؟ اكتبوا في الكومنت احنا عايزين نبقى ايه وهنثبت ده بإيه. مثال، عايزين نبقى واضحين، هنقول جملة صريحة النهاردة. خلونا نختار البناء مش الإثبات. قوتنا في خطوتنا.